اتفضل. والله انت اللي جميل بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير. ازيكم؟ اهلا ازيك. اهلا بيك. ازيك تبارك الله. تمام. هو انت مطرب ولا ايه؟ شكلك شبه المطرب. شفت؟ لا مش شبهه، ده هو مطرب. هو هو مطرب. هو انت اللي اسمك اسمه كاريكا. ايوه كاريكا بتاع اسمها ايه الاغنيه ايه؟ اسمه شنكوتي. ايوه شنكوتي. شنكوتي. وغني له شويه والنبي على الله ينور يا باشا. الله ينور. الله يخليك. ايه ده انت؟ ماشي. البتاع بتاعتك دي على طول انت. حلو. حلو. انت اسمك ايه طيب؟ انا اسمي زكي. عامل ايه؟ عندك صداع على طول انت صح؟ هو ده اللي عنده صداع على طول. خلاص احنا هنلف لفه ونيجي نقعد معاكم. تعالى بلعب معاكم مش هنا. هنيجي نقعد معاكم تعالى. ما انت كل يوم مش عندنا وصير. والله هنيجي. حاضر. هنسيب لكم كل حاجه. هنسيب لكم كل حاجه باذن الله. عايز اسلم عليك. السلام عليكم. ازيك؟ عامل ايه؟ انت على البحر؟ ظرف جميل. الظرف ازاي؟ اعرف ظرف نطلع فوق ومصروف. لا طب تعالى انا عايزه اقدمك بس. عايزه اقدمك. طب ايه؟ طب سلمت باي باي. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الله يخليك. ومعانا النهارده الفنان الجميل جميل جدا اللي انا بحبه شخصيا وكل الناس بتحبك جدا، عصام كاريكا، اللي وافق بدون تردد يجي معانا النهارده دار مصحة عقل نوفل للصحة النفسية. قول لي يا عصام، انت لما كلمتك وقلت لك هتيجي دار مصحة نفسية ايه؟ حسيت بايه؟ بص انا الاول ما كنتش عارف ان احنا هنخش ونبقى في وسط المجموعه يعني. انا كنت عارف ان احنا هنقعد مع الدكتور ونفهمه. وزي ما قالوا لي هنقعد مع احنا هنطلع مع الدكتور. اكيد. بس لا حاجه جميله يعني الواحد. طب ليه قلت لي انا عايز اعمل لهم حاجه وكنت عايز تعمل ايه؟ لان هم يعني اي حاجه بنعملها خيريه بنبقى ايه؟ اشرف. عصام كان مصمم انه يجيب الفرقه ويعمل يوم مع الناس هنا في المصحه. وانا بقول لك من هنا ان انت توجه لهم كلمه لكل الناس تيجي تزور الناس دي. اكيد طبعا يعني كل الفنانين اخواتنا يا ريت نيجي. مساء الخير. صنور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا وسهلا حبيبي قلبي. ازيك؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا اتفضل. اهلا وسهلا. مستشفى منوره. منوره بيك يا نجم بجد. الله يخليك. يعني انا مبسوطه بجد ان انا هعمل حلقه انت معايا ضيف فيها. انت ناس كتير بتقول لي عصام بيكسب. لا مش والله مش لا خالص. انت عارف ان الواحد اي حاجه فيها خير وفيها عطاء الواحد بيجي وبيروح يعني ما بيفكرش يعني. جميل ان البني ادم يحس بالمريض، وخصوصا المرضى اللي في دار صحه نفسيه او امراض مستشفى امراض عقليه غالبا منسيين جدا يا عصام. بس انا شايفاك متاخد شويه. لا هو انا ما كنتش اعرف ان احنا اول ما هنيجي هنخش مره واحده على الجماعه يعني. بعدين انا يعني اول مره بجد اخش. طب يا سيدي انا اقول لك الاول بس اعرفك بقى على الدكتور بتاعنا قبل ما نجيب الكاميرات عشان تقعد كده وتاخد راحتك بالخضه اللي انت فيها. دكتور عقل نوفل صاحب المستشفى. اهلا وسهلا حضرتك. ومدير المستشفى كمان في نفس الوقت. حاجه جميله. بس انا عايز اسال سؤال بس قبل ما الكاميرات تيجي. هو احنا اول ما دخلنا في الريسبشن لقيناهم قاعدين. ده طبيعي بيبقى كده ولا هم بيبقوا في زي ما بنشوف في الافلام عنابر وحاجات كده؟ انا هقول لحضرتك حاجه. انا دي بحب المكان ده، بحس ان هو مملكتي. عشان انا تعبت فيه قوي. جميل. انا جيت من الخارج بفلوسي بكل حاجه، وحبيت اعمل حاجه متميزه اخدم بيها الشعب المصري. حلو قوي. الشعب البلد اللي هي صرفت عليا وخلتني اكون في المكانه دي، فكنت لازم ارجع لها شيء من هذا الجميل. بس هم تحت يا دكتور فعلا. انا يعني هم في عنابر المفروض ولا سايبين كده قاعدين في الريسبشن زي فيلم اسماعيل ياسين. لا لو ساعتك شفت غرف المرضى هتلاقيها مجهزه على احدث طراز. احدث طراز. أيوة. 5 ستارز بمعنى الكلمه. طب هو الحالات اللي عندنا هنا يا دكتور ايه؟ يعني في حالات خطره مثلا عشان يعني الخوف يكون حد فعلا ممكن يأذي
هو للاسف كل الناس فاكرين ان المريض النفسي خطر. هو ليس بذلك على الاطلاق، هو مش خطر، ده مريض نفسي زي اي مرض عضوي. المرض النفسي زي اي مرض عضوي، وانس تم شفائه خلاص بيرجع وينخرط في المجتمع ويبقى فرد عامل جدا جدا وزي الفل. طيب عايزين تجيب لنا حاله اللي انت عايز اللي احنا قلنا هنتفق نسجل معاها، عايزين تجيب لنا حاله تقول لنا عندها ايه ونقعد معاها شويه بس قبل ما نصور، نتكلم معاها شويه ونادي الكاميرات. ممكن؟ قوي قوي قوي. جيب لنا مين وعنده ايه؟ والله انا هجيب حاله، الحاله دي هي حاله زهايمر عادي طبيعي في المستوى المتوسط، وبقاله عندي حوالي 2.5 شهر. حلو، يعني لسه يعني لسه الزهايمر طازه. انا هقول لحضرتك حاجه، انا عندي نسبه العلاج مرتفعه جدا. خلي بالك انت لما المريض بيخش، هو مريض نفسي ايه؟ زي بالظبط، انا همثل لك بالظبط المريض النفسي. المريض النفسي بالظبط زي ما يكون عندك جاكيت. طب تأمر لنا بالبيه ونحكي عنه عشان ما نتأخرش. يا منى انت عارف زهايمر فيلم عادي بيتعالج مظبوط نفس الحكايه. طب ليه زمن بيتعالج في 2 في 3 بيخش المريض النفسي بيظبطه ويطلع. بس اعتقد ان مفيش الزهايمر ما بيتعالجش يا دكتور. ازاي؟ تعال ازاي كله تمام؟ الله يخليك. شكرا. خش على صوت. شكرا. ده يا عم صفوت هو البونبونايه بتاع المستشفى. يخليك يا دكتور. البونبونايه الحلوه بتاع المستشفى. الله يخليك. ازيك يا عم صفوت؟ الحمد لله. الله يخليك. انا جايبه لك حد جميل عايز يقعد معاك. اهلا وسهلا. ويسالك شويه اسئله. اتفضل يا ابني. اتفضل. حضرتك عندك اولاد وكده الحمد لله، بس ما حدش فيهم يجي يزورني. لسه كنت هسال كده. من ساعه ما جيت هنا وما حدش بيسال فيا. الا انت مين يا ابني؟ اسمك؟ انا مغني وبعمل الحان للمطربين. اهلا. اسمي عصام. اهلا وسهلا. نجم كبير. اتفرج على التلفزيون يا استاذ صفوت؟ ساعات بنتفرج والله. ساعات بطلع كده في التلفزيون يعني. اهلا وسهلا. حضرتك بتشتغل ايه يا ابني؟ بتقول انا بغني وبعمل الحان للناس يعني. اهلا وسهلا. الله يخلي حضرتك. هو عنده انت اولادك؟ طب مين بيجي يزورك طيب غير ولادك؟ والله ساعات اخواتي بيجوا كويس. وساعات انا قلت لك ولادي، انا ماليش ولاد يا ابني. ما عنديش اولاد. طب مين اللي بيجي يزورك؟ زهايمر كده. والله ساعات اخواتي وساعات ولادي برضه. طب ايه رايك بقى مطربنا الجميل يغني لك اغنيه؟ انت بتغني يا ابني؟ ده مطرب مش احنا قلنا. والحان لمطربين زي ما قلت لحضرتك في الاول. والله يا بنتي انا خلاص، انا بشوف التلفزيون ساعات بشوف محمود المليجي، حسن فايق. الله. بس دول خلاص. احنا في ناس جديده دلوقتي. زي مين؟ سوري اسف. انا سوري. انت ساكن فين اصلا؟ انا ساكن يا ابني في حدائق القبه. حدائق القبه. في دير الملاك. الله. انا كنت كويس الصبح بس مش عارف تعبت ليه دلوقتي. لا ما تجيب لي ميه يا دكتور. شوف لي دكتور يا ابني. ايه شرقتك؟ كوبايه ميه. انا عايزه انادي الكاميرات بس انا عايزه حاجه. الراجل لا اله الا الله. بنقول يا باشا. قول. نعرف الزغطه بالعدوى ولا والكحه بالعدوى؟ ده الراجل. مؤاخذه انا اسف. الراجل يا جماعه. سعادتك اخر اعمال سعادتك كده. لا سيبنا من اخر اعمال عشان هو الراجل. انا لا ده مش ميه، دي مش ميه. انا دايخه جدا. لا انا دايخه جدا يا عصام. طب ميه يا دكتور، اطلب لنا اي ميه. انا عايزه ارجع على فكره مش قادره. طب اخرجي طلع. شيماء. دكتور شيماء يا اخوانا، يا جماعه اللي هنا، يا استاذه، يا اخوانا.
غازي شرب استنى في شيماء بقول لك في شيماء يا اخوانا يا استاذ يا عم شيماء انت قافل عليا ليه؟ فين؟ انت مين؟ مش انت اللي كنت تحت دلوقتي؟ مش انت اللي كنت تحت دلوقتي؟ اقعد يا اخوانا افتحوا يا اخوانا يا ولاد الكلب انت يا ابني عصام رايح فين؟ مش فاهم حاجه. ده كمين. لا يا شيخ لا. ده كمين. لا يا جماعه. ده كمين. لا يا جماعه كده وشتمت يا اخوانا معلش. انت مش دكتور؟ لا ودي مش مستشفى. لا ودي مش مستشفى. شيماء انت طلعتي من شهر شيماء. كل سنه اشيل يا استاذ كل سنه وانت انت مش ولا اي حد ولا حد من دول كلهم ربنا في امتحانات بيقول لك بيقول الدنيا بتتولع بره المستشفى بتولع اخر حاجه فكرت عشان انت تعملي كده وتعملي في الناس كده يعني